السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو بسيط خالص. كل مرة بقول نفس الكلام عشان انا فيديوهاتي فعلا بسيطة قوي وسهلة جدا ومش مكلفة برضه. انتوا عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ما تنسونيش حبايبي في الاشتراك في القناة ولايك و اسعدوني كده، حد يبعت لي اي تعليق انت فين، مش بس يعني كده اسالوا عليا. اسالوا عليا عشان بيصعب عليا. معلش انا والله فاصله لاني عايزه انام، انا مش شبعانه نوم اصلا. النهارده بقى يعني الفيديو ده للستات اللي هي مثلا عندها ايه، صدر فرخه مركون عندها متبلاه بقاله كام يوم مثلا ومش عارفه تعمل ايه. فانا هطور الموضوع النهارده كده بصدرين. كنت متبله فراخ قبل كده، ما بلحقش اصور والله مش بلحق اصور فعلا. بس لما بتيجي فرصه ان انا اصور بصور. وانتوا حبايبي ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه بالله عليكم. حبايب قلبي، ديت فراخ انا كنت متبلاها من قبل كده، تمام. يعني مش عايزينها نفس اللي انا كنت عاملاه. المفروض هم عايزينها بكاتا، بس انا بكاتا هطورها شويه، يعني هعملها بطريقه تانية خالص. ودول صدرين انا اسماهم ومتبلاهم. تبلاهم ايه؟ سوير، ملح وفلفل ومستردة وكمون اللهم صل على سيدنا محمد، وبابريكا وبصل مبشور وطماطم مبشورة، واحط بصل بودرة وتوم بودرة برضو عادي. يعني متبلاها دي بقالي يوم من اول امبارح، تمام. خليكم معايا، ما تروحوش كده ولا كده ولا كده، فاصل ونواصل. عملت بصلة مقطعة، عملت فلفل اخضر، عملت طماطم، عملت فلفل اصفر وفلفل احمر، تمام. هقطع الفراخ كده رفيع، يعني طويلة كده، وخليكم معايا وهوريها لكم بعد ما اقطعها، لان انا بصور بايد وبشتغل بايد. حبايبي قطعتها بالشكل ده، تمام. ممكن تعملوا جنبيها ولع البوتاجاز. هحط شوية زيت زيتون، مش كتير عشان البيت كله عامل رجيم، البيت كله عامل دايت يعني، فانا مش هكتر في الزيت. انا مش هعمل جنبيها رز، لان انا كنت عامله رز بني من امبارح، ففي لسه رز موجود. ايه رز بني يا سوسو؟ رز بني اللي هو الرز الدايت، هوريهولكوا دلوقتي برضو. انا كده عندي رز، مش هعمل رز. انتوا بقى عايزين تعملوا رز ابيض ماشي، تعملوا جنبيها رز بالشعريه ماشي، رز حبه وحبه ماشي، مفيش اي مشكله. ماشي حبايبي. هستنى الزيت على ما يسخن. برضو بكرر كلامي تاني، انا فيديوهاتي بسيطه يا جماعه، والله العظيم فيديوهاتي بسيطه جدا، انا عارفه. فشجعوني بالله عليكم، انا ما بيجيليش مشاركات ولا لايكات كتير خالص. يعني بالله عليكم بصولي كده وشوفوا القناه بتاعتي بقالها قد ايه وما حققتش اي حاجه. ليه؟ لان انا مربوطه بشغلي، انا مش متفرغه لها. يمكن ده عيب يعني، ولا ايه؟ مش فاهمه والله يعني. اديها صدمه كده. دول يا حبايبي صدرين، يعني بصوا ما شاء الله ممكن يأكلوا 4 أفراد مثلا.
تمام. نحطها تشويحة كده حلوة. الناس اللي رجالتها والناس الستات اللي رجالتها زهقوا من الطريقة اللي هي التقليدية، اللي هي اسلق وحمر دخل الفرن مش عارف ايه، صوروا لهم كده في الاكل. وخلي بالكم ممكن تتاكل بعيش برضه، هتشوفوها دلوقتي هيبقى شكلها ايه اصلا. انا عايزاها تاخد لون. لو انتوا اسره مثلا انتي وجوزك وعندك 3 عيال، يا هتهيصوا يعني، فاهمين؟ هتاكلوا وهتنبسطوا وهتبقوا قايمين شبعانين وزي الفل. بكرر كلامي يا جماعه، انا فيديوهاتي بسيطه وعلى قدي، معلش بالله عليكم تدعموني. كل فيديو بقول لكم نفس الكلام وما بلاقيش اي رد فعل خالص. معلش انا شغلي اللي حاكمني، اقفوا جنبي يا جماعه. والله لو جات لي فرصه اصور في اي مكان لاصور. الله المستعان ان شاء الله يا حبايبي. انا عايزاها تاخد لون، وهتشوفوا الاكله دي كلها تتعمل في طاسه واحده، بس تغير كده وتاخد لون. عشان ايه؟ مفيش كومنت حلو كده، اي حاجه فرحوني. بصوا يا حبايبي هي كده اهي، بصوا غيرت لونها اهي، انا عايزاها كده ماشي اهو تمام. وهنزل بالبصله، نزلت بالبصله اهي يا حبايبي. وده تشويحه كده. هنزل بحوالي 4 فصوص توم، بس انا عشان توم انا فرماه ومخزناه، هديهم تشويحه كده حلوه. كله حبايب اهو في طاسه واحده ماشي. وبعد كده هنزل بكل المكونات دي. بصوا حبايبي المكونات: ملح وفلفل وكزبره وشويه كركم صغيرين مش كتير ماشي حبايبي. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالتوابل ونديها تقليبه حلوه كده. طبعا التوابل لما بتتحط بتغير اللون،
بس هي برضو هتطلع لونها حلو وطعمها حلو. الريحة خطيرة يعني، انا الريحة حلوة قوي قوي قوي. وبعدين هنزل عليها بالفراخ تمام كده. واديها تقليبه اهي يا حبايبي. الريحه فظيعه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا المفروض احط نص معلقه عسل ابيض اسود اي حاجه تمام. فانا طبعا انا كده كده هزودها ميه، هوريكم برضو دلوقتي. فانا هحط العسل في قلب الميه تمام. شايفين الشكل والريحه؟ الريحه فظيعه فظيعه فظيعه. بصوا يا حبايبي، انا حطيت عسل ابيض اهو. بصوا، اللي ما عندوش عسل ابيض ممكن يحط عسل اسمر. اللي عايز يستبعد اي حاجه في اللي انا قلته يا جماعه يستبعدها. وحطيت يا حبايبي ليمونه، عصرت ليمونه عليها، وطبعا هزودها كده. الليمونه برضو هتديها طعم وهتديها ريحه حلوه. هي اصلا ريحتها خطيره خطيره خطيره، مش محتاجه اصلا كلام تمام. نعملها كده ونغطي عليها. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. جربوها يا حبايبي وابعتولي في الكومنتات قولولي ايه رايكم. اهي اللي عايز يستبعد اي حاجه في اللي انا حطيتها يستبعدها، ما عدا الفلفل والطماطم والحاجات دي. عسل طبعا عايز يستبعد عسل ماشي، كركم ماشي تمام. هوطي بقى عليها النار وهغطيها وهوريها لكم بعد شويه كده. قد ايه؟ لا مش عارفه صراحه قد ايه، بس هوريها لكم بقى شكلها ايه. بصوا يا حبايب قلبي، تعالوا بقى نبص عليها. الله 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 الله. بصوا بقى هو ده الشكل الاخير تمام. احنا متعودين مع بعض ان انا ما بغرفش، بخلص الاكل معاكم بس تمام. انا عملت هنا معلقه دقيق عشان ايه؟ هما كانوا عايزين بكاته، فدي تدي ايه يعني برضو ايه، يحسوا ايه ان هي بكاته، بس هي مش بكاته، انا طورتها شويه بس. هما المعلقه الدقيق دي هتدي ايه؟ هتدي سماكه كده وتخلي الصوص تقيل، ان هو يبقى زي البكاته بالظبط. برضو يا حبايبي اللي عايز يحط معلقه الدقيق يحطها، واللي مش عايز معلقه صغيره بتاعت شاي، واللي مش عايز يستبعدها يستبعدها. دول يا حبايبي اهم صدرين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انا قلت لكم ياكلوا اسره 3 اولاد وباباهم ومامتهم تمام. شويه رز ابيض، شويه رز بالشعريه، والدنيا تمشي وتبقى زي الفل. بصوا ده الرز البني اللي انا كنت عاملاه امبارح، ده رز يعني دايت، رز رجيم، هو كده بيجي رز بني تمام يا حبايبي. او عايزه اقول لكم يا حبايبي ان انا بعمل كل يوم مشروب كده للتخسيس، هبقى اعمله واصوره واوريه لكم. عباره عن جنزبيل، هصوره عشان ما احرقلكوش الدنيا. بكره ان شاء الله وانا بعمله الصبح هصوره وانزله لكم ان شاء الله تمام. هو بيخسس يعني تشربوه على الريق ماشي يا حبايبي. بس هو فيه شويه حاجات كده تكات بيتحطوا. وده يا حبايبي شكلها النهائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والاشتراك يا احلى متابعين في الدنيا. شكرا ليكم وربنا يحفظكم ويخليكم يا رب.